بعد كده نادية بدأت تلقح بالكلام هي وأختها: يا رب تكون عرفت مين اللي بيحبك وبيتمنى لك الخير. الكلام كان موجه لابن عمي. شوية شوية أسلوب ابن عمي اتغير خالص معايا. عاتبته: يا فلان إحنا إخوات، إيه اللي حصل؟ راح كاتب على الفيسبوك بتاعه كلام بنفس أسلوب نادية: ربنا يبعد عنهم الناس اللي إيه وإيه. نادية عملت لي مشكلة واتنين وتلاتة، كلام اتقال عني وحاجات فعلا ما حصلتش، لحد ما قطعت علاقتها بيا وعملت لي بلوك. أنا البنت اللي كنت فرحانة من قلبي إن صاحبتي هتتجوز. كل اللي في الفرح كانوا بيقولوا انتي فرحانة بيها أكتر منها هي شخصياً. دلوقتي بقيت منبوذة، مش فاهمة ليه كل الكره ده. هل الغيرة ممكن تعمل كده في البشر؟ أنا حكيت لكم حكايتي بالتفصيل، دلوقتي دوركم تقولولي رأيكم بصراحة في الكومنتات. هل أنا فعلاً غلطت في حق نادية؟ هل أستاهل كل الكره والحقد اللي شفتوه ده؟ شاركوني تجاربكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص اللي بتهمكم وتشاركوا فيها.